السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو باحسن احوال. اليوم الاخوان غنمشي نزورو المعصره التقليديه، ماشي عصريه، المهم المعصره ديال الباديه. كيفاش كيديروا الناس ديال الباديه، فين كيطحنوا الزيت وكلشي. ان شاء الله نوري لكم في هذا الفيديو هذا. كنتمنى يوضح لكم مزيان. انا شديت الطريق ديال المعصره دابا. المهم الاخوان كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم شاركوا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. المهم كيف ما كتشوفوا هنا الدخله ديال المعصره، كيف ما كتشوفوا هو الرحى، الزيت تبارك الله اللهم بارك. كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا المعصره خصها بزاف ديال الاصلاحات، ولكن الحمد لله مانيك الحمد، الناس ديال الدوار كيقضيو بها الغراضه ديالهم. كيطحنوا فيه الزيتون، نفعهم بزاف، حيت حنا ما كايناش المعصرات العصريه، كاين غير التقليديه. كيف ما كتشوفوا هاد البوض هذا البنات كيلبسوه الدري اللي كيدخل وسط الرحى. خصيص هذا مخصص للرحى ما كيخرجش من تما، كيخرجوه حتى يغسلوه عاوتاني كيلبسوه. المهم كيف ما كتشوفوا داكشي اللي كتشوفوا تماك راه كلشي كيحتاجوا في داخل وسط الرحى. كيحتاجوا داك البالا، ها هي داكشي اللي كتشوفوا تماك راه كلشي كيحتاجوه. وداك البوطه البنات راه كيلبسوا داك الدري، اذا داروا الزيتون في داك الوسط كيدور داك الرحى وكيدفع هو برجليه. كيف ما كتشوفوا ها هي هاد الزيتون هذا داروا ليه الطحانه الاولى، غيديروا ليه الطحانه الثانيه باش يهرسوا داك العظم. هاد العظوم هادي غيهرسوهم اذا داروا ليهم الطحانه الثانيه، وكاينه الطحانه الثالثه كيديروا ليه 3 طحانات. فيها شويه ديال التماره، ولكن الحمد لله ماني الحمد كتجي الزيت زوينه احسن من هذيك ديال العصريه. هذيك ديال العصريه كتكون حاره، ما كتكونش زوينه بحال بلديه. المهم كل واحد اشنو كيعجبو. وهذا البنات لهاد البلاصه هذا كيديروا فيه هذا الحبل، داك الحبل عاوتاني هذاك الحبل كيديروه لهذا البغل حيت البغل اللي كيجر داك الرحى راه ثقيله البنات. انا عييت ما نجر فيها، ولكن والو ما بغاش البنات يتحرك ليا ثقيل بزاف. المهم كيف ما كتشوفوا حنا راه درنا الملحه فوق داك الزيت. ها هو البغله البنات اللي قلت لكم كيديروه داك البلاصه، هو اللي كيجر داك الرحى حيت الرحى ثقيل بزاف، ما غاديش تحركيه انتي بوحدك. المهم الاخوان هما الدراري عمرو داك الكفاف ملي طحنوا، داروا الطحانه الاولى وعمرو داك الكفاف دابا كيستفهم كيستفوا تماك باش يقادوهم. باش نوري لكم الطريقه كيفاش كيديروا. غيحطوا دوك الكفاف كاملين وعاد غنزير عليهم.
المهم البنات كيف ما كتشوفوا هذا هو باش كنزيرو كنزيرو دوك الكفاف مزيان. هما البنات المهم البنات كيف ما كتشوفوا هما قادينهم كاملين. دابا كيزيروا على دوك الكفاف كيف ما كتشوفوا. كنتمنى البنات يوضح لكم هذا الفيديو حيت داخل المعصر ما فيهش الضوء، ما كاينش الضوء بزاف، وجيت في العشيه يعني مشات الشمس. كيف ما كتشوفوا البنات شوفوا الزيت تبارك الله اللهم بارك. الزيت مع الماء والهرجان، انا كنقول الهرجان عفوا نسيت حتى قلت لكم الهرجان حيت حنا كاع في الباديه كنقول ليه الهرجان المرجان البنات. كيف ما كتشوفوا البنات راها زيروا على دابا غادي يزيروا عليهم عاوتاني على هاد الكفاف حيت الزيار الاول صافي راه كلشي داكشي اللي فيهم راه خرج، ولكن غي عاوتاني كل ساعه البنات راه كيزيروا على هاد الكفاف هادو حتى يخرج الزيت كامل. كيف ما كتشوفوا البنات هذا الفران كيديروا فيه العافيه بالليل حيت هاد الوقيته ديال الزيت كيكون البرد بزاف. داكشي علاش كيديروا العافيه هذا باش دوك الكفاف يسخنوا يطلق داك الزيت اللي فيهم لداخل، حيت راه الفران هذا كاين دوك الكفاف كاينين قدام الفران. كيف ما كتشوفوا البنات هذا الزيت تبارك الله اللهم بارك. هذا الزيت العود في هاد الشارجه هادي حيت كيف ما كتشوفوا راه مازال ما عمراش. ها هي البنات تبارك الله هما عامرين كاملين. كيف ما كتشوفوا واحد البلاصه فيها الزيت العود، واحد البلاصه فيها الزيت العود والمرجان، والبلاصه داك الاخراني فيها الماء بوحدو. كيف ما كتشوفوا ها هي الزيت العود، هاد البلاصه فيها الزيت العود ولكن مازال ما ارتاحت، خصها ترتاح باش تصفي داك الزيت كامله من الهرجان. وهاد البلاصه فيها ديك البلاصه الثانيه فيها غير الزيت العود، ولكن المرجان كتير من زيت العود حيت داك الزيت دخلت لداك البلاصه كامله لهاد البلاصه هادي. وهاد البنات هاد البلاصه هادي فيها غير الماء اللي فيه ما كاينش لا الزيت لا حتى حاجه. دوك الماء كيخويهم داك البلاصه كيمشي داكشي للواد. ايوا كنتمنى يوضح لكم الفيديو البنات. المهم البنات ها هو الفطور. داك الزيت اللي صافي نشف ما بقاش فيه الزيت، حنا كنقولوا ليه باغاس، حنا بالشلحه كنقول ليه باغاس. هذه صافي راها ما بقاش فيه الزيت صافي ناشف. شفتوا كيفاش كيكون هذا صافي راه لحوم ما بقاش فيه الزيت. ها هو كنتمنى البنات يوضح لكم الفيديو مزيان. المهم البنات اللي ما اشتركتش في القناه ديالي تشترك فيها وترفع الجرس باش يوصلها كل جديد، وخلي لي واحد اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.